الصحوات عن شكرهم وتقديرهم لقرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بدمجهم في صفوف قوات الجيش والشرطة في العراق، وأكدوا أن هذا القرار المذكور يعكس الحرص الشديد على احتضان شريحة واسعة من المواطنين ودفعهم بالاتجاه الصحيح. لدولة رئيس الوزراء على أنه مشكور أنه قدم يد العون والخير للمناطق الساخنة، وأول رجل قدم هذا الأمر في سبيل أنه نحس أنه هذا بلده وهذا هاي عشائره وهذول أهله، فكان هو أول المساهمين بهذا الأمر. وشيوخ عشائر منطقة الرضوانية أوجه شكري الخاص إلى السيد دولة رئيس الوزراء نور المالكي على جهوده الاستثنائية على القضاء على الإرهاب وعلى الميليشيات الإرهابية. وأكد قادة الأجهزة الأمنية في أكثر من مناسبة على أهمية دور رجال الصحوة في تثبيت الأمن في مناطق كانت تدعى ساخنة، ومنها قرية المكاسب الواقعة بين الرضوانية وحي الجهاد. إشعال الحرب الطائفية التي مرت بأيام أو جاءت بأيام سوداء على العراق وانتهت الحمد لله، والكل يأمل أن لا تعود. أنتم كصحوات ما الذي تستطيعون فعله لكي لا تؤدي هذه التفجيرات وهذه الاستهدافات لمناطق إلى إشعال حرب طائفية مرة أخرى؟ بصراحة احنا موضوع الحرب الطائفية وحش ولا إلى حيث لا رجعة. احنا بالنسبة أن نبقى مساندين للقانون والدولة وفي سبيل استتباب الحق ونهوض البلد إلى الأمام مهما كلف الأمر، مهما أحكيها أمانة. وهذا النقاش أكثر من عدة اجتماعات من ينذكر. احنا مو هسه كنا نحكي على موضوع الرواتب وكذا، وهذا وقوت الشعب يعني، وبعدين انا من حقي انه من اني هذا بلدي واني مرتبي، لانه اريد اعيش عائلتي واعيش ناسي اللي موجودين، واني مكلف بواجب انه حمايه ناسي وحمايه اهلي اللي موجودين. يعني ذاك اليوم كان لقاء مع الشيخ احمد بزيع ابو ريشه، كنا نحكي بهاي المواضيع اللي موجوده. مشروع الصحوات اللي موجود مثل ما ذكر السيد النائب والاخ الاستاذ اللواء محمد العسكري، موضوع الصحوات هو موضوع صار مؤتمر، وصار مؤتمر صحوة العراق، وصار كيان سياسي. الكيان السياسي يعني شلون وصل إلى كيان سياسي؟ بحيث أنه اللي موجودين هسه بمشروع أبناء العراق باعتبار أنه هم كلهم جنود مطوعين إلى الدفاع عن الوطن، هي الخطر اللي داهم البلد، كان تنظيم قاعدة أو بعض الفصائل اللي تدعي بمسميات غيرها أو الميليشيات الخارجة عن القانون أو أي خطر من الدول المجاورة. احنا كنا جنود مطوعين، نعتبر نفسنا انه فداء لهذا البلد، ونتأمل ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى انه يمكننا وننقل البلد من هذا الوضع الى وضع افضل. موضوع المعلومات في سبيل السجناء اللي موجودين اللي هم في السجون الامريكيه، احنا تباحثنا مع المسؤولين في الحكومه العراقيه ومع الجانب الامريكي اللي موجود، وعده لقاءات وعندنا اجتماعات دوريه شهريه مع الجانب الامريكي ومع قاده فرقه بغداد اللي موجود هسه. عندنا اجتماع كان يعني قبل 27 الشهر مع لواء مزهر، وايضا في التنسيق والعمل مع انه تشيك الاسماء اللي هي بالسجون الامريكيه اللي عليه خلل او مشكله او انه هذا ايديه متلطخه بالدم، يجب ان يسلم الى الحكومه العراقيه، وليس انه يطلق سبيله من خلال السجون الامريكيه مباشره ويخلى سبيله بالشارع، لان هذا اذا ما يكون عليه كفيل من شيخ العشيره او مسؤولي اللي مباشرين اللي موجودين، ما راح انه تفهم انه راح يسلك الطريق الصحيح. هذا جانب. موضوع الجانب الثاني اللي تفضل جنابك به، موضوع الخلل اللي موجود، لا اقول لك انه خلل موجود من ابناء العراق اللي موجودين، لانه هو من اتجه هذا الاتجاه رفع السلاح بوجه القاعده وبوجه الناس اللي هم اتجهوا للارهاب وما شابه ذلك، اصبح عليه انه لازم يكمل المسيره الى النهايه. وصار موضوع انه ابناء العراق تحويل ملفهم من الجانب الامريكي الى الحكومه العراقيه، والقرار 118 اللي وقعه دوله رئيس الوزراء وانطى قرار بانه تحويل ابناء العراق وفي سبيل تحضير لهم وظائف اللي هي تقريبا نسبه الى 80% انه وظائف مدنيه وخدميه، والباقي ال 20% يندمجون مع الاجهزه الامنيه.
هسه اللي هم قادة الصحوات اللي موجودين او القواطع اللي هي تنتسب للصحوات دا يتوجه الاوامر اللي موجوده في عمل مشترك مع الوحدات القريبه عليهم. على سبيل المثال يعني عندنا احنا بقاطع الرضوانيه اللي موجود عندنا قاطعين متداخلات اللي هي الشرطه الوطنيه اللواء الخامس، وعندنا فرقه 17 اللي هي يترأسها اللواء علي الفريجي، فعمل مشترك بينهم ويا الصحوه اللي موجود. ولكن عندنا مشكله الرواتب اللي موجوده، يعني عندنا هسه حاله احنا صار لنا تقريبا هذا طبينا بالشهر الخامس لحد الان ماكو رواتب، ومع العلم عندنا اسماء وقوائم موجوده. هو مشروع وطني، ليس من اي انسان انه يصرح انه انا راح احمل السلاح. يحمل السلاح ضد من؟ ما كان انه الدور غير الدور الابناء العراق والعشائر اللي موجوده حملت السلاح ووقفت ضد الارهاب لاجل وطنها ولاجل بلدها. فاحنا ما نأيد هاي الفكره ولا نقبل انه اي انسان يصرح هذا الموضوع. هذا الموضوع يعالج انه ينطرح من خلال المسؤولين الموجودين، يكون نقاش من الساده اعضاء البرلمان اللي موجودين، المسؤولين الحكوميين اللي موجودين. يعني الناس متعاطفه بهذا الجانب ويعني شعورها وطني بهذا. في سيدية غربية بغداد افتتح اليوم مركز للشرطة في خطوة تأتي لدعم الاستقرار الأمني الذي تشهده المنطقة. مجالس الإسناد وشيوخ العشائر وأهالي المنطقة أكدوا دعمهم الكامل للقوات الأمنية من خلال إمدادها بالمعلومات الاستخباراتية عن أماكن انتشار الإرهابيين والخارجين عن تنام القدرات القتالية للأجهزة الأمنية والألفة اللي موجودة ما بين المواطن وما بين الأجهزة الأمنية، وهذا أن دل على شيء، فدل على استقرار الأمن وعودة الوضع وعودة الحياة إلى وضعها. مركز شرطة السيدية في هذه الفترة بالذات ليكون عامل مضاف لتحقيق الأمن والاستقرار، وليكون عون لإخواننا أهالي المنطقة الكرام، وليكون عون كذلك مع اخواننا من الاجهزه الامنيه المختلفه من الجيش والشرطه الوطنيه. تعاون مع قياده الشرطه الوطنيه الطرق الفرعيه التي تمر عبر المناطق الزراعيه لتكون سالكه امام سائقي المركبات، بما يخفف من الزخم الحاصل على الطرق الرئيسيه المؤديه الى كربلاء المقدسه. إغلاق الطرق الرئيسة المؤدية إلى كربلاء أمام المركبات واقتصار السير فيها على الزوار الراجلين دفع سائقي المركبات لسلك الطرق الفرعية والخدمية المارة عبر مناطق زراعية تابعة لمناطق كانت توصف بالساخنة ويحتدم فيها الصراع الطائفي. هذه الطرق لم تكتفي مجالس الإسناد اليوم بتأمينها فقط، وإنما حرصت على تقديم الخدمات للزائرين ونصف السرادق التي تقدم لهم فيها الأطعمة. مجالس الإسناد يسعون إلى جعل هذا الشارع من الشوارع الرئيسة، داعين الحكومة المحلية المقبلة إلى تطويره ورفده بالمستلزمات الضرورية حتى يخفف من الزخم الذي يشهده الطريق الرابط بين بغداد ومحافظات الحلة والنجف وكربلاء. ينقذ المدينة من الزخم اللي موجود، وأيضا راح يكون أولا طريق، يعني أولا أنت تشوف أنت مناطق زراعية جميلة جدا بالنسبة للمواطن أنه يتمتع بها كسياحة أو غيرها من ما شبه ذلك. راح تشغل الأيدي العاملة اللي موجودة، وبنفس الوقت تعيش يعني كم هائل من المواطن اللي هو هسه من البطالة اللي موجودة. حوالي ب6 سنين 7 سنين بهذا الطريق. شلون دخلت؟ النعمة من الله، فارغ الطريق وجينا الحمد لله. شلون دخلت؟ من اللي وجهك انك تدخل بهذا الطريق؟ الناس الزوار قالوا فوت منه. زين، شلون لقيته؟ فارغ والحمد لله وامان وكل شيء ما بيه. الطريق كلش كان حلو والله وسالك كلش حلو. الطريق الخدمي في منطقة الرضوانية كان الأكثر زخما هذه الزيارة بحافلات نقل الزائرين، كونه يربط مناطق شمال بغداد بجنوبها وبطول 12 كيلومترا، الأمر الذي دعا قوات الشرطة إلى أن تضاعف من تواجدها هناك، إضافة إلى تسيير دوريات جوالة في مناطق البساتين والشوارع التي تتفرع منها.